هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وفي همسات جديدة من برنامج والقرآن للذكر. أعيش معكم في هذه الحلقة بعنوان إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اليوم دعوني أضع بين أيديكم إحدى الشخصيات التي تكلم عنها القرآن الكريم وكانت نموذجا للتغيير. أول نبي أرسل إلى الأرض، سنكون مع آدم الأصغر أو آدم الثاني كما يسمى، النبي الوحيد الذي ذكر الله لنا عدد السنين الذي لبث فيها يدعو قومه. ذكره الله سبحانه وتعالى تقريبا في ربع سور القرآن الكريم، في 29 سورة. جاءت سورة في القرآن الكريم تحمل اسم هذا النبي، بل تحكي لنا ما دار بينه وبين قومه وما ردوا به. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أيها الأحبة، إنه نوح عليه السلام كيف أراد أن يغير قومه، وما هي الأمراض المنتشرة في قوم نوح؟ إليه تنصت الأكوان. الكبر، وما أدراكم ما الكبر، من أبرز الأمراض والآفات التي يعاني منها المجتمعات والأفراد هو الكبر. وما أدراكم ما الكبر. ما معنى الكبر؟ هو بطر الحق وغمط الناس. نوح عليه السلام أبو البشر الثاني. قال الله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. 950 عاما ظل نوح عليه السلام يريد أن يصلح قومه، يريد أن يغيرهم إلى الأفضل، إلى جانب دعوة قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. إلا أن الكبر والعناد والتقليد الأعمى هو من وقف أمام دعوة نوح عليه السلام. وهذا ما يعانيه بعض المجتمعات. 950 عاما وهو يدعوهم، لكن الكبر والعناد كما يقال كان في الجاهلية. قال الله عن هذه المجتمعات التي كانت لا ترى ولا تعبد ولا
تعمل إلا ما يعمل آباءها من قبل. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. نجد المسلمين اليوم أو بعض المسلمين اليوم بدلا من أن يورثوا العلم ويورثوا الأخلاق ويورثوا العادات الحميدة والطيبة، ورثوا للأسف الشديد العناد، ورثوا الكبر، ورثوا الغطرسة، بطر الحق، لا يعرفون الحق ولا يعرفون أين الحق، غمط الناس، لا يورثون الأخلاق الحسنة بل ورثوا الأخلاق السيئة وللأسف الشديد. ونحن في هذا الشهر المبارك شهر التغيير، يجب علينا أيها الأحبة أن نورث لأبنائنا وأن نستفيد من حاضرنا من الموروثات الحسنة ومن الأخلاق الحسنة ومن ديننا وممما وجدناه في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نورثها لأبنائنا من العادات الطيبة الحسنة. إن كان للأخلاق ركن قائم في هذه الدنيا فأنت الباني، هو صلى الله عليه وسلم، لنستفيد من سيرته صلى الله عليه وسلم ثم نورثها إلى أبنائنا ومن بعدنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والقرآن ذي الذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق والقرآن.